سماك داون هو تاني أهم عرض أسبوعي في الدبليو دبليو إي، بس ده مش معناه إنه مش معبي لحظات أسطورية أو إن عمره ما كان عرض مهم، لأنه مليان بلحظات وماتشات كبيرة وأسطورية، وفي فترات كتير كان أهم وأمتع من عرض الرو اللي يعتبر العرض رقم واحد في الدبليو دبليو إي. يعني من اللحظات التاريخية في العرض الديبيو بتاع جون سينا، بروك ليزنر والبيك شو وهم بيهدوا الحلبة حرفيا. ماتش بروك ليزنر وكيرت أنجل الأيرون مان، احتفال إيدي جاريرو بفوزه بحزام الدبليو دبليو إي، فوز ايجي ستايلز بحزام الدبليو دبليو اي تاني مره، وغيرهم لحظات كتير قوي. بس احنا هنا هنتكلم عن البدايه، اول عرض سماك داون في التاريخ، ليه اتعمل وايه القصه وراه وايه الاحداث اللي حصلت فيه. ولو عجبتكم الفكره ممكن نرجع نبص على عروض شهريه كلاسيكيه نراجعها، او عروض رو او سماك داون، او حتى عروض من اي شركه في التاريخ ما عدا اليابان عشان ما نبلعش. فخلينا نشوف اول حلقه سماك داون في التاريخ حصل فيها ايه. يلا بينا. بص، احنا هنبدأ الحكاية من ورا شوية. في سنة 1996 و 1997 دبليو سي دبليو كانت مدية دبليو دبليو اف على وشها في حروب ليلة الاتنين، وكانت متفوقة في الشعبية والمشاهدات، وهي الشركة الأنجح. وعرض نايترو كان متفوق على عرض الرو، وده بسبب سياستهم في ان هم يمضوا مع النجوم اللي سابوا دبليو دبليو اف، ناس زي هوجان، كيفن ناش، سكوت هول، بريت هارت، وان هم بيدوا فرص وبيظهروا نجوم من حوالين العالم، ناس زي كريس جيريكو، كريس بنوا، وايدي جاريرو، وطبعا قصه الان دبليو او. فعرض نايترو زي ما قلت لك كده بقى اكتر شعبيه من عرض الرو، ودي حاجه كان يبان ان هي مستحيله بس حصلت. وبسبب نجاح نايترو فتيت تيرنر المالك بتاع الشركه اللي تمتلك دبليو سي دبليو كان شايف ان البحر يحب الزياده، فليه ما نزودش المصارعه والمحتوى بتاع دبليو سي دبليو يزيد، بحيث اننا نجذب مشاهدين زياده ونضغط على المنافسه اللي هي الدبليو دبليو اف. بس إيريك بيشوف المنتج بتاع دبليو سي دبليو ما كانش عايز يزود عرض كمان على التلفزيون، لأن هو كان شايف إن هو جايب أقصى ما عنده في إنتاج نايترو، فإن هو يزود عرض كمان ده هيزود ضغط مش طبيعي عليه، وكمان هيزود عليه شغل هو مش ناقصه، لأن جدوله مزدحم جدا، وإن عرض كمان هيقلل من جودة المنتج اللي بيقدمه ليلة الاتنين في عرض نايترو. وإيريك بيشوف كان شايف إن الجمهور ليه حد معين من المصارعة يقدر يستهلكه على مدار الأسبوع، وإن إضافة عرض كمان مش هيأذي نايترو بس، لأ ده هيأذي الشركة كلها، لأن فكرة زيادة المحتوى ممكن تكشف عيوب كانت متدارية قبل كده. وكمان إن تيد ترنر مش هيدي إيريك ميزانية عشان ينتج العرض ده، لأ ده تكاليف إنتاج العرض هتيجي من الأرباح اللي دبليو سي دبليو بتحققها. وعشان يعرف يغطي التكاليف دي إيريك قرر إن هو يزود العروض المحلية. فأنت تقدر تشوف ليه إيريك كان شايف إن فكرة العرض الأسبوع التاني هتبقى كارثة، بس الموضوع مش بمزاجه والعرض هيتعمل. وفي أواخر سنة 97 تم الاتفاق إن العرض الجديد هيتسجل ليلة التلات وهيتعرض ليلة الخميس. ودي برضه كانت حاجة بعيدة عن فلسفة إيريك بيشوف، اللي شايف إن البث المباشر هو أحسن طريقة لإنتاج عروض المصارعة. بس فكرة عرض تاني مباشر غالبا كانت هتخلي إيريك بيشوف يتجنن في الوقت ده. بس بالرغم من ده كان في برضه بعض الحلقات من دبليو سي دبليو ثاندر كانت مباشرة. المهم إن العرض أول حلقة منه كانت يوم 8 يناير 1998. وزي ما انت شايف كده فإنتاج العرض حط إجهاد وضغط كبير على دبليو سي دبليو وإيريك بيشوف. وانا بحكي لك الحكايه دي عشان في ناس فاكره ان سماك داون اتعمل على طول عشان يواجه عرض ثاندر، بس الحقيقه لا، سماك داون اتعمل بعد ثاندر بسنه، وفي السنه دي الايه اتقلبت، والدبليو دبليو اف بقت هي اللي مسافلته وش دبليو سي دبليو، ورو مدشمل نايترو في الارقام والمشاهدات. وخلاص كانوا شايفين ان ثاندر بقى هدف سهل، والحوار ده كان يبان مستحيل في اول سنه 98. بس زي ما قلت لك بعدها بسنه الموضوع بقى سهل وممكن، والدبليو دبليو اي بقى بتقدر تجذب المشاهدين بكل سهوله. واول عرض سماك داون اتعمل يوم 29 ابريل سنه 99، وكان زي ما تقول كده عرض تجريبي. كان التقديم بتاعه ان هو عرض مخصوص لمره واحده وخلاص. بس الحقيقه ان الدبليو دبليو اف وشبكه يو بي ان كانوا بيجربوا، كانوا بيشوفوا الدنيا ممكن تروح على فين. ودي حركه ذكيه، لان لما سماك داون بقى عرض اسبوعي الدبليو دبليو اف في وقتها بقت تعرف تجذب المعلنين بسهوله وبارقام مثبته. وخلي بالك ان يو بي ان كانت بتتعرض على شبكه مش كابل، او من الاخر بتتعرض ببلاش، مش حاجه زي شبكه يو اس اي اللي على الكيبل اللي هي باشتراك يعني. ودي كانت اول مره دبليو دبليو اف هتعرض عروضها على شبكه من ساعه اخر عرض ساتردي نايت مين ايفنت اللي كان قبل سماك داون ب7 سنين. وان كمان شبكه يو بي ان
كانت عايزة عرض WWF خاص بيها، بسبب إنها في الوقت ده ما كانتش في أفضل أوقاتها وكانت في تراجع، فكانت عايزة تجذب الشباب الصغير اللي بيتابع المنتج ده. ولأن WWF كانت محققة أرقام خرافية بعرض الرو على شبكة USA، فUPN كانت عايزة حلقة سماك داون تحقق أرقام زيها. وبالنسبة لإنتاج سماك داون فDWWE كان عندهم أفضلية عن WCW لما بدأوا ينتجوا ثاندر، لأنهم محتاجوش يزودوا عدد العروض المحلية اللي بتتعمل. طبعا إنتاج عرض أسبوعي تاني هيعمل ضغط، بس WWF في الوقت ده بقوا معلمين في الإنتاج التلفزيوني، حاجة هم لسه طبعا ممتازين فيها لحد دلوقتي. لأن بينما عرض ثاندر كان مشكلة إيريك بيشوف، سماك داون كانت فرصة لفينس ماكمان، وبالعقلية الصح في إنتاج العرض هتعمل الفرق وهتجذب الجمهور لما يتفرج على المنتج النهائي. لأنك لما تقارن أول حلقة من ثاندر بأول حلقة من سماك داون هتلاقي فرق كبير. هتلاقي إن حلقة ثاندر كانت مملة وفاضية وكانت مليانة بفقرات تضييع وقت، بالرغم من إن العرض كان 3 ساعات. وحاجة غريبة إن الجمهور فضل موجود في القاعة بكل الإعدادات اللي كانوا بيشغلوها من عرض نايترو على الشاشات الكبيرة. ولو عايزين حلقة عن أول عرض ثاندر قولوا لي تحت. بس عامة مقارنة بعرض سماك داون اللي كان عرض مليان طاقة وحماس، فهيبقى عندك عرضين بيبينوا الاختلاف بين وضع الشركتين في الوقت اللي كل عرض من الاتنين عمل الدي بي يو بتاعه. لأن كل شركة من الاتنين كانت متفوقة في المشاهدات في السنة اللي حصل فيها الدي بي يو بتاع كل عرض فيهم، فمش عيب إننا نقارن بين العرضين من ناحية الإنتاج. ومعلومة كده على الجنب قبل ما نبدأ كلام على العرض، إن اسم عرض سماك داون كان معمول من الكاتش فريز بتاع ذا روك اللي هي لي ذا سماك داون، أو إن هو هيحط عليك يعني. بس المهم ما طولش عليك اكتر من كده، ويلا نشوف ايه اللي حصل في اول عرض سماك داون في التاريخ. العرض يبدا بالمزيكا الايقونيه بتاعه سماك داون، والفوتج اللي استعملوها في الانترو هتبقى مختلفه عن اللي استعملوها بعد كده قدام في السنه لما العرض يبقى اسبوعي. وكمان العرض ما كانش لسه ليه هوايه واضحه، بمعنى ان الاستيج نفس الاستيج بتاع عرض الرو، كان لسه ما اتحطش الاستيج اللي فيه حلقات والشاشات البيضاويه، والحبال الزرقاء بتاعه العرض اللي هتبقى موجوده بعد كده ما كانتش برضه اتحطت. واول فقره كانت ستيفاني ماكمان وفينس ماكمان طالعين يتكلموا على ان المينستري اوف داركنس كانوا عايزين ستيفاني تتجوز الاندرتيكر غصب عنها. ده اللي كان حصل في عرض الرو اللي قبل ده. وفينس وستيفاني يشكروا كل الناس اللي ساهموا في انقاذها، اللي هم كين شامراك والبيك شو وستون كولد اللي اخد اكبر تفاعل من الجمهور. ستون كولد ستيف اوستن. وعصابة الكوبريشن بقيادة شين ماكمان اللي فيها تريبل اتش يقطعوا فينس وستيفاني، وشين يقلل من فينس ويقول له انت بقيت بني ادم وبتعتذر عن الطريقه اللي كنت بتدير بيها، وطلع تشكر ستون كولد على انقاذه لبنتك، ويقول ان محدش فارق معاه ولا حتى فينس، ويطرد فينس وستيفاني من الحلبة، ويقول ان في 2 مصارعين هو مستهدفهم وعايز يخلص عليهم، هم ستون كولد وذا روك. ويقول بما ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي فانتوا هتلعبوا مع بعض في المين ايفنت في ماتش تاك تيم. Stone Cold Steve Austin will be teamed up with the Brahma Bull, The Rock. ضد، ويسأل لو في حد عايز يرشح نفسه، فتريبل اتش من العصابة بتاعته والاندرتيكر من عصابة المينستري اوف داركنس يرشحوا نفسهم. فبداية نار العرض بمين ايفنت عالي قوي ب4 من اكبر النجوم في التاريخ، والماتش فيه مصارعين ما تتوقعش انهم يبقوا تاج تيم مع بعض، فاكيد هتبقى عايز تفضل وتكمل فرجة على العرض. بس خلي بالك ان دي لسه اول فقرة وخدت فوق الربع ساعة، فلسه ما تلعبش ماتشات، واول ماتش هيبقى بعد الفقرة دي، وهو فال فينس ضد البلو بليزر اللي هو اوين هارت. اوين هارت اللي كان بيحاول يضحك على الكل ويقنعهم ان هو مش البلو بليزر، بس الجمهور كله كان عارف ان هو. وديبرا وجيف جاريت كانوا موجودين جنب الحلبة عشان الماتش ده، والبلو بليزر كسب بعد تشتيت من ديبرا وتدخل من جيف جاريت. عامة يعني هو مش الماتش اللي WWE تحب تفكرك ان هو اول ماتش في تاريخ سماك داون، لان هو قعد دقيقتين وما كانش فيه حاجة يعني. وبعد الماتش نيكول باس مصارعة طولها معدي 190 سنتي كانت جاية عشان فال فينس، لان الشخصية بتاعت فال فينس يعني ان هو وطي الصوت كده او البس سماعة، حذرتك ان هو نجم اباحي معتزل ودخل عالم المصارعة، وتطلع تجري وراه لانه كان قرفان منها. وبعد كده الجاد فازر يخش عشان هو كسب جيف جاريت في ماتش قبل كده، فكان عايز ديبرا تشتغل عنده، بس اوين هارت وجيف جاريت يدشملوه. بعد كده روك يطلع في الكواليس في فقرة قصيرة قوي ويقول ان هو وستون كولد بقى اصحاب مرة واحدة كده، وان هو يخلي شوية متخلفين يبقوا مشهورين تاني، ما فيش جديد يعني. وبعد الفاصل اوين هارت يطلع في لقاء ويقول ان WWE محتاجاه بشخصية البلو بليزر طبعا،
عشان الفاحشة تفشت في الشركة، ويقول للجمهور إن هم يقولوا صلواتهم وياخدوا فيتاميناتهم ويشربوا اللبن. والماتش اللي بعد كده تيست يواجه البيك شو، وهنا تيست المفروض إن هو ساب الكوربوريشن وهيتحول فيس، فقرار غريب إن هم يخلوا البيك شو يسكوشوا في دقيقة. Look at this now. Test up high. Going for the ride. Touchdown. Here's the cover now. And the showstopper. والبيك بوس مان يطلع عشان يهجم على تيست، بس البيك شو يجريه بره الحلبة. Big Show's back. The Big Show's back. And the Big Boss Man flies out of the ring. وكأول ماتشين في العرض فدول ماتشين ضايعين خالص. بس الفقرة اللي بعد كده تعلي الدنيا شوية، ذا روك يطلع ويقول لشين ماكمان وتريبل اتش انكم باللي عملتوه في عرض الرو عشان هجموا عليه يعني، فهو مش هيسيبهم وهيديهم على دماغهم، ويتكلم على المين ايفنت بتاع الليلة ويقول ان هو ستون كولد هيلعبوا الماتش سوا، بس ده مش معناه ان هم اصحاب وحبايب يعني. ولو ستون كولد قلب عقله وفكر يقف في طريقه فهو كمان هياخد على دماغه. So if you so much tonight get in the Rock's way, this Brahma bull will dip his head, take his horns, and stick them straight up your ass. فستون كولد يطلع ويرفع له صباع رايق وهو داخل الحلبة، والاتنين باين التنشان على الاخر بينهم. وستون كولد يقول له كل الكلام اللي انت بتقوله ده ما يشغلنيش، لانك بالنسبه لي عيل عبيط مقضيها سجع وبتاع، وان انت عمال تشبح على الفاضي، وانه برضه هيدشملوه كده. Stone Cold Steve Austin will knock him stupid horns right off your head, wipe your ass, put you on a barbecue grill, and that's all I got to say about that. فشين ماكمان يقاطعهم ويقول لهم بصوا عليكم انتوا الاتنين مش طايقين بعض وعايزين تخلصوا على بعض، ودي حاجه حلوه عشان خطتي عماله تكبر. والاندرتيكر يطلع واعضاء العصابتين الكوربوريشن والمينستري اوف داركنس يطلعوا عشان شين يعلن ان العصابتين اتحدوا وعملوا الكوربريت مينستري. ودي خلي بالك حركه جريئه، ان انت تعمل تغيير كبير قوي في القصص عشان تجذب انظار المشاهدين، وزي ما تقول كده تخلي عرض سماك داون يبان ان هو عرض مهم ما ينفعش يتفوت، وان اي حاجه ممكن تحصل عليه. يعني حاجه زي دي كان ممكن يعينوها العرض الرو خلاص وكانت هتعلي مشاهدات هناك، بس هم عملوها هنا عشان البدايه تبقى سخنه وتشد الناس للعرض. وبعد كده كين واكس باك عندهم لقاء في الكواليس، والاتنين هم ابطال التاك تيم، وكانوا بيمروا بمشاكل بسبب ان كين ساعات بيتجنن ويهجم على اكس باك مره واحده، وعندهم ماتش مع نيو ايدج اوتلوز كمان شويه في العرض. وبعد كده ماتش بين دروز ومعاه برنس البرت، دروز اللي ليه قصه وفيديو معمول له ارجع شوف، دروز اللي هيلعب ديلو براون. الماتش مش وحش بس مش مميز لانه مطولش، وديلو هو اللي ادى بشكل احسن، وهو مصارع اندر ريتد الحقيقه واداؤه كويس في الحلبه. والماتش خلص بالديكيو بعد التدخل من البرت اللي هجم على ديلو. Prince Albert in the ring. Right hand to the gut of D'Lo Brown. D'Lo gonna fly. There's the bell for disqualification. He's pressed him. Wow. والبرت ودروز كانوا يعملوا له بيرسينج في لسانه، بس مارك هنري اتدخل ولحقه. مارك هنري خد تفاعل كويس قوي من الجمهور. Right in a chair. Here comes sexual chocolate. D'Lo Brown. Tag team partner Mark Henry. Mark Henry, the world's strongest man. He competed for the. وبعد كده في الكواليس في لقاء مع نيو ايدج اوتلوز، والوضع بين الاتنين ما كانش كويس، لان بيلي جان اتضايق لما رد دوج على الاكس باك ان هو صاحبه، برغم من انهم عايزين احزمه التاك تيم اللي مع اكس باك وكين. X-Pac is a close and personal friend of mine. Whoa. Friends? Friends? There's no friends when it comes to these titles, man. Get your head on. والماتش بين الفرقتين هو الماتش الجاي في العرض. الماتش بالرغم من انه مش طويل بس كان ممتع واحسن ماتش في العرض لحد دلوقتي، والفرقتين ادوا بشكل حلو وكان في سرعه في الاداء، وكين كان بيهدي الريتم بتاع الماتش لما الماتش يحتاج لده. والماتش يخلص بان رود دوج خبط بيلي جان بالغلط، وده اللي خلى اكس باك يثبته ويكسب الماتش. Tossing X-Pac into the corner. Oh, look at this now. X-Pac hooks the leg. Oh, this one's over. X-Pac. ولحد دلوقتي ما تقدرش تقول عليه عرض ممل. الفقرات بتاعت الكوربريت مينستري كانت ممتعه، وماتش التكتيم حلو وفيه قصص بتتقدم وتتحرك لقدام. يمكن اول 3 ماتشات كانوا ممكن يبقوا احسن بس فيهم قصص، وعامه ما يقللوش من العرض قوي. ولما نرجع من الفاصل ان بيلي جان ورود دوج بيشدوا مع بعض، لان بيلي جان بيلوم رود دوج على الخساره، بس المسؤولين يفرقوا بينهم. No, I don't. No, I don't. Really, there'll be other. No, there won't. There's not going to be another one with you. I can show you that. Yeah, this match is going to get even. وعشان تعرف قد ايه رود دبليو كانت معبيه في الوقت ده، فاحنا داخلين على الفقره ال 12. يعني عندك 4 ماتشات و3 انترفيو في الكواليس، وفقرتين كلاميتين في الحلبه، والروك لما اتكلم في الكواليس، وفقره خناقات بيلي جان ورود دوج، فالعرض معبي. والفقره ال 12 ان هي عندك هانسوم دوك هندريكس او مايكل هيز في الحلبه، وبيقدم البرود ايدج وكريستيان وجانجريل اللي كانوا لسه سايبين المينستري، ودي كانت اول مره يتكلموا، اول برومو ليهم في الحلبه. وبصراحه البرومو وحش، وجانجريل كان باين عليه ان هو متوتر ومش عارف يتكلم،
وبيتكلم كأنه حافظ البرومو وبيسمعه، يعني الكلام بتاعه مش مقنع، وكان بيتكعبل في الكلام، وكان بيضحك بشكل غريب بين كل جملة والتانية، فالبرومو فشل. And what we believe in this search to unleash it. وهو إيدج حاول يلحق الموقف، بس يعني ما فرقتش قوي، والفقرة تخلص بإن مايكل هيز يغرق في الدم، وجانجريل من بعد البرومو ده ما يمسكش الحديدة بعدها الفترة. والفقرة اللي بعد كده إن كيفن كيلي عمل لقاء مع كين شامروك قبل الستريت فايت بتاعه مع براتشو، وبرومو كويس يعني في الشغال منه، بيقول لبراتشو إن هو يكسر إيديه ورجليه وروحه وبعدها يضربه زيادة. I'm gonna break your arms, I'm gonna break your legs, and I'm gonna break your spirit. And then when I'm through with all that, then I'm gonna beat the crap out of you some more. المهم يعني بالنسبة للماتش، ففي دخل براتشو كين شامروك يهجم عليه، عشان براتشو هجم عليه بعصاية البيسبول قبلها بأسبوع، فعرفوا يحكوا قصة في الماتش من الموضوع ده، وكين شامروك عرف يخنق براتشو بعصاية البيسبول ويكسب بيها الماتش. Tim White. Bradshaw trying to reach for anything he can at this. Oh, that's it. والماتش اللي رغم من انه كان قصير بس كان ماتش متكرد ممتع يعني. وبعد كده كيفن كيلي يعمل لقاء مع مانكايند اللي كان المفروض هيلعب البيج بوس مان، ومانكايند يعمل برومو قوي ويقدم نفسه لمتابعين يو بي ان، ويقول ان هو بيحب يقعد في اوضه الغلايات لانه بيحب المود والجو بتاعها، I sit in boiler rooms because I enjoy the ambiance. وان هو بيلبس ماسك عشان بيبيع لعب، I wear a sweaty leather mask because it helps me sell little dolls. وبيلبس قميص وجرافطة عشان شكله مروش، I wear a shirt and tie because it looks so damn good. ومعاه شراب هيخش في زور البيج بوس مان عشان الجمهور شايفها حاجة بتضحك. And I will shove this rancid sock that looks a lot like me down the gullet of the boss man because I can and because the fans seem to enjoy it quite a bit. وبعدها بنشوف الكوربريت مينستري وهم واقفين سوا، وشين ماكمان بيفخم في نفسه ان هو صاحب الفكرة بتاعة العصابة. وبعد كده ماتش البيج بوس مان ومانكايند، والماتش يعني كان قصير جدا، دقيقة ونص، والماتش كان فيه تدخل من تيست اللي رجع البيج بوس مان للحلبة بعد ما حاول يهرب من الماتش. Wait a minute. From behind. It's Test. Test. والبيج شوت برضو دخل عشان يخلي بوسمان في الحلبة. He's the guy that Mankind was in the boardroom with. And the big show now. Boss man. Look at him in the hallway. ومانكايند عملوا الماندبل كلو وكسب الماتش. Look at this now. Sacco shoved in the throat. The mandible claw on Boss man. والتلاتة دول ومعهم كين شامروك هيعملوا عصابة اليونيون أو الاتحاد. وقبل ما نروح للمين ايفنت فبيلي جان يلاقي اكس باك ويهجم عليه، بس كين يلحقه. And his friend X-Pac. Billy Gunn's still upset. And there's Kane. X-Pac. المهم بقى يلا بينا على أول مين ايفنت في تاريخ سماك داون. المين ايفنت اللي كان فيه 4 من أعظم الأسماء وأكبرهم شعبية في تاريخ الشركة، وكل واحد فيهم ليه شخصية مميزة غير التاني. ولو الشعبية بتتقاس بمين اللي خد تفاعل من الجمهور أكتر في دخلته، فتقدر تقول إن ستون كولد هو أكثرهم شعبية، لأن هو اللي خد أكبر تفاعل في دخلته، وده طبيعي لأن هو كان في مستوى شعبية غير طبيعي في سنة 99. والماتش كان سريع وممتع. And here's Austin. Lose that press. Austin pound away on the Undertaker. And look at him on the Undertaker. Austin in two. وكان في ترقب كبير بسبب تكوين الكوربريت مينستري، وإن إزاي الروك وأوستن هيعرفوا يلعبوا سوا. وأنا عايز أسألك سؤال كده، هل تقدر تقول لي 4 مصارعين بنفس الشعبية بتاعت الناس دي وتعمل بيهم تاك تيم؟ بتكلم في العصر الحالي يعني. ومع الأسف ما كانش فيه فائز صريح في الماتش ده بسبب تدخل الكوربريت مينستري اللي خلصوا الماتش بالدي كيو. Here comes the rest of the corporate ministry. Boss man, Acolyte, Viscera, Idiot. How many of them وإصابة اليونيون دخلوا وطلعوا الكوربريت مينستري من الحلبة. behind us? Holding up the chair. He's trying to run for cover. This thing is broken completely out of control. The Rock and Austin. Big Show, Test Shamrock. And clear the ring. وفينس طلع عشان يمنع شين ماكمان من مساعدة الكوربريت مينستري، وده اللي أدى إن هو يبلع بالكرسي على دماغه. Take him with a chair. Vince McMahon has grabbed the chair. Vince is stabbing Austin. Oh, Vince. والجمهور كان عمال يهتف لأوستن ومستنيه يقوم، ولما قام وبلع الأندرتيكر وشين جوز ستانرز معتبر، الجمهور انفجر. Priced himself for Stone Cold. Wait a minute. Stunner about to go way down. وعرض سماك داون يقفل على ستون كولد وهو بيحتفل مع الجمهور. وبس، ده أول عرض سماك داون في التاريخ. فهل عرض سماك داون الأول حلو؟ حلو، مش أسطوري بس حلو، لأن في أول عرض كان في كام حاجة كده مش قوي، بس من أول ماتش عزيمة التكتيم العرض بقى ممتع. والعرض اتفرج عليه 5,800,000 مشاهد في وقت بسه، رقم WWE تحلم بيه دلوقتي. وسماك داون هيبقى عرض أسبوعي في أغسطس من نفس السنة. أما ثاندر هينقل ليلة الأربع في يناير 2000، وده طبعا بسبب نجاح سماك داون. وأكيد طبعا سماك داون مكملة لحد يومنا هذا، الجودة ممكن تبقى انخفضت في أوقات منها السنة دي،
بس برضه كان ليه فترات قوية. وأنا عايز أعرف رأيك في أول عرض سماك داون في التاريخ. إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكش؟ وعايزنا نبص على عروض إيه تاني؟